عانوا هذول الناس وهذه الشريحة الكثير، انطوا شبابهم وزهرة شبابهم وكل طاقتهم الصحية والشبابية وكل الإمكانيات وكل وقتهم على مدار سنين. تربينا على هذول الناس، تعلمنا منهم حكم، مواعظ. كانت أعمالهم مليئة بالرسائل الجميلة اللي تهذب، اللي تربي، اللي توجه المجتمع العراقي لفئة الشباب وغيرها. كانوا ساندين للعائلة العراقية فيما يخص تربية الأولاد. سابقا كنا احنا مأمنين على أهلنا، مأمنين علينا من كنا صغار بالثمانينات وحتى بالتسعينات. يعني كان رب الأسرة ما يتابع ويحاول يتنقل من قناة إلى قناة. كانت هي قناتين وحتى ما كانت أكو ريمونات، معروف الأجهزة القديمة. ما معناه اللي أريد أقوله أنه كان العمل أمين، يدخل للعائلة العراقية وللبيوت العراقية من خلال هذه الشخصيات ككتاب، كفنانين، كممثلين، كل الطاقم بما يخص الدراما العراقية والسينما العراقية في السابق أيضا. فكل الإجلال والاحترام لهذول الناس اللي أصحاب فضل علينا كعراقيين. نتمنى لهم كل الخير، نتمنى الدعم. نتمنى هذه الخطوة اللي قبل أيام شاهدناها وسمعناها من وزير الثقافة العراقي ووزير الصحة العراقي، ووجود السيدة ميسون الدملوجي، وأيضا السيد نقيب الصحفيين مؤيد اللامي، والسيد نقيب الفنانين جبار جودي، وكل الأخوة يعني استضافة واستدعاء من السيد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح بما يخص دعم شريحة المبدعين. دعم صحي، تسهيل إجراءات من اللي يحب أو وضع صحي يعني يجبر سفر خارج القطر للعلاج، وتعاقد مع بعض المستشفيات في بغداد وكردستان لتقديم الدعم الصحي لهذا الفنان أو ذاك. نتمنى الدعم يكون أكثر وأكبر، وما نتمنى يكون الدعم فقط للحالات المرضية، لا، أكيد تخصيص رواتب معقولة بالشكل اللي يليق بتاريخ وحجم الفنان العراقي، لأن هذا واجهة للمجتمع العراقي للبلد بصورة عامة. ورعاية تامة، رعاية تامة بما يخص اختصاصهم، عملهم. ما نتمنى احنا هذه الفقرة فقط بس من يتمرض ويوقع يعني نقدم له الدعم الصحي والعلاج. من يكون بحالة نتمنى أنه نقدم له الأجواء الطبيعية حتى لا يوصل إلى حالة نفسية رديئة وبالنهاية تأثر على صحته، ونجي نعالجه من يتمرض، لو يروح الدار حقه لو نقدر نعالجه. نتمنى تكون الخطوات والقادم أجمل، مع الشكر الجزيل لكل من ساهم بهذا